هارد لك ايه؟ هارد لك ايه؟ هي دي كوره. يقولوا حاجه غير كده يا ابني خلاص ما ينفعش يعني. كلنا بنلعب كوره يعني مش قصه يعني. عندنا فيديو. يعني انت شايف جوارديولا ليه ما لاعبش مرموش الماتش اللي فات؟ بيريحه يعني عشان انت تراكم شايف ليه؟ بتاع. انا شايف ان يعني السيتي ومثلا الماتش اللي فات ده مرموش مثلا ما لعبش غير اخر 10 دقائق. الماتش اللي قبليه لاعب مرموش في مكان تاني مختلف. انا بشوف ان الموضوع كله مش مكسب وخساره على قد ان دي دماغ جوارديولا ما بيفكرش زينا كلنا. يعني مش هم حوار ان انت تكسب ولا همه طبعا، بس انا قصدي ايه، هو بيبص لابعد من كده. انت المكسب اللي انت هتكسبه دوت كجمهور انت افرح بيه، لكن انا كجوارديولا انا ما بعرفش انام بالليل لما بشوف الفريق لسه التكتيك اللي انا راسمه في دماغي مش عارف احققه على الملعب. انا ما بيجيليش نوم بالليل. انا لازم اقعد اجرب، مره مرموش هلاعبه اليمين، طب مره مش هلاعبه خالص، ونشوف هالاند لما يخش في المنظومه ديت الدنيا تبقى ماشيه ازاي. وهو لغايه دلوقتي هو مش عارف ينام، هو مش لاقي التوليفه اللي هتريحه بعد كده ينام براحته ويبقى ضامن حتى لو وقعت ماتش ولا التاني، بس انت كده كده فريقك ماشي على التراك المظبوط فانت مستريح. وكل دوت بقى بينعكس على اللي احنا بنتفاجئ انت كل مره، وده جوارديولا طول عمره، انت كل مره بتتفاجئ في لعيب المفروض بيبقى اساسي 3 ماتشات 4 ماتشات، مره واحده ماتشين ما تلاقيهوش. وكان مكفر البني ادمين في الفانتسي اصلا مثلا بسبب الحوار ده. ما حدش بيختار غير جوارديولا عشان بيبقى ضامن يعني. بس فانا شايف هي مشكله لسه جوارديولا لسه ما لقاش اللي هو عاوزه في اللي في دماغه اللي احنا مش فاهمينه لغايه دلوقتي. احنا بنقعد نترجم بس الحاجات اللي لما بنشوفها، لكن هو في حاجات جوه دماغه احنا مش هنعرف نترجمها عشان ديت مش موجوده في عقليه اي حد غير جوارديولا يعني. وكمان عايز ازود على موضوع جوارديولا ده، هو دي حقيقه اللي انت قلته ده كله صح اعتقد في رايي يعني. بس كمان زود، انا شايف ان نقطه التحول السنه دي في موسم جوارديولا هتافات جمهور الاتحاد. انه لما جوارديولا سمع بودنه جمهور الاتحاد بيتكلم بيهتف انه امشي يا جوارديولا، اعتقد ان هو خدها شخصي قوي، خد الموضوع على صدره قوي، اللي هو ازاي يعني انا المفروض انا عملت تاريخ النادي ده، انا المفروض امشي وانا بطل، فاذا ما كنتش ماشي وانا بطل بشهاده الجميع فمش همشي. اعتقد ان ده اللي زقه اصلا في نص الموسم الثاني ان هو يتحرك، ان هو يعمل حاجه، ان هو خبط في الميه يعني خبط في الميه الراكده دي يمكن تتحرك. فزي ما انت قلت هو مش هينبط، مش هيقعد على حيله كده غير لما يلاقي التوليفه اللي لو راح نام ماتشين 3 ورجع هيلاقيهم عاملين كل حاجه في الكوره. وكمان زود على كده انه يبدو ان هو مقرر ان هو يكمل، انما باين ان هو بيخطط ان هو يعمل فرق، بيخطط ان هو يعمل حاجه يقوم بيها الموسم الجاي. فهو طبعا فتره حكم على لعيبه كتير قوي في الموسم ده في باقي الماتشات اللي موجوده منه. اوكي طبعا هو عايز يبقى في مركز مؤهل للابطال ده اكيد، بس في نفس الوقت انا اعتقد ان جوارديولا بايع الموسم ده تماما، حتى لو ما تاهلش دوري الابطال ما اعتقدش انها هتفرق معاه قوي. هو قصته كلها في الموسم اللي جاي، هيعمل ايه من الموسم ده، هياخد ايه من الموسم ده يطلع بيه الموسم اللي جاي. طب انت ما بتعتقدش ان جوارديولا بدأ تفكيره يغيره؟ يعني الحاجات اللي هو مؤمن بيها حته اللي هو الاستحواذ 100%، غير كده انا ما بسميش بلعب كوره، ما تحسش ان الموضوع دوت في الموسم ده كمان بدأ يغير حاجه زي كده، بقى يلعب اللعب اللي هو دايركت اكتر منه باص كتير. اصل انا حسيتها مثلا التحسن اللي حصل اساسا في النص الثاني من الموسم لما مرموش جه، ومش فكره مرموش يعني بس انا بتكلم كزمن يعني. التحسن اللي جه تحس ان هو بقى دايما في سافينيو او في دوكو اللي في الملعب دولت اللي مسؤولين على حته اللعب اللي هو الدايركت على طول على الملعب. ما بقاش بقى مثلا يلعب اللي هو ايه 2-2-2-4، بقى يسيب الدفاع 2 بس وفي بوكس اللي هو الاثنين اللي كده والاربعه مفتوحين على المنطقه، فتحس ان ما بقاش فيه الاستحواذ كتير قد ما بقى فيه كره طوليه تتلعب، مثلا مش لازم طوليه بينيه يعني حاجه زي كده تتلعب لسابينيو او اي حد من الجناب يقطع ويجيبها جون. يعني انا بحس ان الاستحواذ قل. مش عارف انا حاسس ان ده غصب عنه مش بمزاج. ماشي انا حسيت ان هو هيبان طبعا الموسم الجاي، بس هو بدايه الموسم لا الدنيا مش ماشيه فقال لك انا هاخد على الحلو من هنا والحلو من هنا، يعني تحس ايه خد مثلا ايجابيه بتاعت سلوت، قال لك ايجابي اكتر على المرمى بفرص اكتر او يعني شارب كده على التهديدات بتاعته،
جوارديولا في ماتشات كتير قوي بقى بيسيب الاستحواذ، بقى انا واقف بدافع، وديت ما كانتش جوارديولا، ما كانش كده في السنه دي. وبرضه الدور الثاني كان ماتشات كتير كانت كده، سايب الكرة خالص للمنافس وهو بيدافع، ويقوم طالع بهجمه اللي انا بقول لك عليها بقى اكنها مرتده، يلعبها اذا كان مرموش هو اللي هيطلع بيها، اذا كان دوكو، اذا كان سابينيو، وتخلص بجون او فرصه يعني. فبقى عنده الحته ديت ما كانتش موجوده فيه. حسيت ان هو بيظبط شويه في الطريقه بتاعته، وديت حاجه مع المدربين ما بعتقدش ان هي بتنجح. يعني المدربين دايما هو مؤمن بفكره يحاول ينجحها، لكن هو يبتدي من اول وجديد وهو اساسا عنده ارث، دايما بتبقى ديت الوقعه بتاعت المدرب. بصراحه زي ما انت بتقول، انا اصلا هو يعني اللي كان بيعمله جوارديولا ده ما كانش ترند وما كانش خطه عجبته، اظن ان هو دي رؤيته للكوره اصلا. يعني هو بيتفرج على الكوره بالمنظر ده، هو دخل في الكوره كلها مبدا انه احسن طريقه للدفاع ان الكوره تبقى معايا، لا الهجوم ولا الدفاع، ان الكوره تبقى معايا انا حامي نفسي دايما على طول. فهو مش مدخل ده من باب ان هو فكره طرقعت في دماغه، هو ده رؤيته للكوره اصلا، هو شايف ان الكوره لازم تتلعب كده. فما اعتقدش ان هو يعني فكره ان هو يشفت الفكره الاساسيه بتاعته دي صعبه قوي بصراحه. ممكن اكيد هو على مدار الزمن اسلوب جوارديولا اتغير، لان هو جوارديولا برشلونه فرقه ما تتكررش تاني اكيد، مش عشان لان هي كل حاجه صدفت ان كل حاجه في مكانها الصح. المدرب الصح للعيبه الصح في الوقت الصح في المكان الصح، كل ظروف اتجمعت عشان تعمل لنا حاجه ممكن ما نشوفهاش تاني في التاريخ. فهو لما حاول يستنسخ التجربه بتفاصيلها في فرق ثانيه لا فشل، فبالتالي هو خلاص بيدخل جوه عقله دايما ابديتس، بيدخل جوه عقله دايما امكانيات اللعيبه اللي معايا، لو في حاجه اكتر اقدر اطلعها منهم لازم ممكن اتنازل عن جزء معين في سبيل ان انا اكسب جزء معين، ده دايما على مدار الزمن. بس ما اعتقدش ان هو يقدر يتنازل عن الفكره الاساسيه بتاعته، انه طول ما انا الكوره معايا انا صاحب القرار في الملعب، انا اقدر اخطط اي حاجه. انما فكره انه ده كان كابوس جوارديولا دايما على مدار الزمن، انه اوكي لا ما انا ممكن العب كوره مباشره عادي، بس الكوره المباشره دي هتضطرني ان انا العب ماتشات هانز فليك، ان الماتش رايح جاي، ان الماتش انا ممكن اكسبه 5-0 وممكن اخسره 5-0. انا ما اعتقدش ان هو اكتسب ده، انا اعتقد ان هو اضطر لده، لانه ما بقاش عنده وخط وسطه بالذات، وبعد تشليحه رودري اللي اتشلحها دي ما بقاش عنده الحاجه اللي تخليه محتفظ بالكوره 60-70% من الماتش. فبالتالي هو لو انا اعتمدت على نفس الاعتماد على ان الكوره تبقى معايا، ما بقاش عندي اللعيبه اللي تدور ده، فبالتالي هتتقطع مني في اماكن خطيره وانا فرقتي في اوضاع غلط فهيجي فيها جوان كتير. فده جزء من البراجماتيه بتاعت ان احنا نمشي الموسم باقل الخسائر الممكنه. انما انا ما اعتقدش، انا اعتقد ان الموسم الجاي لو جوارديولا مكمل ومؤمن باللي هو بيعمله مش هيتنازل عن فكره انه لازم الكوره تبقى معايا. بس انا نفسي اشوف وقعه جوارديولا يعني، بس الوقعه اللي هي نهايه جوارديولا. يعني دايما بحب اشوف القصص لنهايتها. احنا شفنا قصه مورينيو بصعوده بتالقه بسيطرته على الكره في العالم كله، اللي بعد كده وقوعه تدريجيا لغايه اما دلوقتي يعني ما بقاش تحس. انا برضو جوارديولا طول قوي حتى تاريخيا طول قوي، اللي هو الفتره بتاعته اللي هو مسيطر على الكوره. فانت مش نفسك تشوف وقعه الراجل ده تبقى عامله ازاي، او حاله هيتدهور ان هو هيجي يدرب دوري مصري دوري سعودي، يعني حالته هتبقى عامله ازاي؟ لا بصراحه انا لو كنت جيت لي من 4-5 سنين، انا جوارديولا ده كان اكتر شخص ممكن بكون بكرهه في الدنيا، وبكره لعبه وبكره كورته، وانا نفسي اتشافى فيه، انا مش عايز اشوف، انا نفسي اتشافى فيه ابقى فرحان كده وهو مسلوك وطالع على المسرح. بس لا جوارديولا قيمه كبيره قوي يعني جدا، ماشي، وقدم للكوره اللي ما حدش غيره. سنه الحياه يا معلم عادي يعني. اوكي انا ما اتمناش ان نهايته مثلا تبقى زي نهايه كارلو انشيلوتي، انه مثلا مؤيدينه او مشجعينه بيقولوا يعني هو شايفين ان هو اسوأ شخص على بيلعب كوره في العالم. اوكي نجمك هيخفت، ضوءك هيقل، هتخش ضمن المجموعه، ما بقتش تضر التاج المجموعه، بس ما نقدرش يعني لو هذكر احسن 5 مدربين في العالم في اي سنه لازم جوارديولا يبقى موجود معاه. ما اتمنالوش بصراحه النهايه اللي هو في نهايات حلوه زي نهايه فيرجسون، نهايه جوارديولا انا مستني الموسم الجاي لجوارديولا، بس مش مستني الوقعه دلوقتي حتى لو هيقع، بس انا مستني الموسم الجاي لجوارديولا، لانه برضو ده شفت كبير قوي في الاحداث. ده اول مره جوارديولا يقع في المثنى ده، اول مره جوارديولا يمسك الحضيض للدرجه دي، حضيض بمقاييس جوارديولا. احنا بنتكلم عن شخص خارج من بدري جدا من دوري الابطال، بره منافسه البريمير ليج من الدور الثاني تقريبا، هو خارج من كل المنافسات وما عندوش هدف عنده كاس. عنده كاس اعتقد. اوكي ما انا بقول لك انا بتكلم على معايير جوارديولا. صح. هنا بنتكلم انه شخص واجه الفشل، ما بعد الفشل هيتعامل ازاي، دي حاجه انا نفسي اتفرج عليها جدا السنه الجايه. يعني الموسم دوت بدايه وقعه ولا يا دوبك بس؟ ايوه الله ينور. لا هو الموسم ده في رايي وقع،
لا ما سيبك بقى، انا بتكلم نهايات القصص كلها، لا بتكلم على المبدأ. ماشي. دي بدايه وقعه ولا ديت هتبقى حاجه من ضمن التويستات في الاحداث يعني؟ اللي جاي الموسم اللي جاي فعلا هنشوف. وقولوا لنا بقى انت رايك ايه عامه يعني.